اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاك دجاجة محمرة مدغمرة شهوة منها. خليك معايا وغادي نوريك الطريقة. أنا غادي نشارك معاك الطريقة ديالي ونتمنى إن شاء الله يعجبك الفيديو. غادي ناخدو جوج بصلات يكونوا كبار. أنا ما كنقطعش هكا بيديا، كندير كلشي في الهاشوار وكنطحن. الصراحة هاد الهاشوار هذا الرحمة ديال سيدي ربي بلا ما تدمعي عينيك. وكتجي ملي كتقطعي البصيله هكا رقيقة كتجي المريقة مدغمرة وزوينة. حتى مين كنكون كنطيب الحيمه ولا طريفات ديال الدجاج، هذه هي طريقتي في البصله. ندوزو للمقادير: سكينجبير، ابزار، خرقوم، ضمط، الزعفران، السمن، الثومه والملحه. انا الدجاجه كانت ديجا عندي مشرمله مزيان وفي الكونجيلاتور مشرمله. داكشي ما درتش معكم المراحل وشرملتها وزدت العطريه. هي راه كتبقى نفس العطريه، غير نتوما زيدوا عليها الربيع وشرملوها مزيان. انا ديجا كانت عندي مشرمله فزدت العطريه غير في المريقه. بالنسبه للبصله راه درت جوج بصلات كبار. السمن راه ضروري في المريقه ديال الدجاج محمر، حيت السمن كيعطي واحد البنه خطيره. ايوا من بعد ما تشحرات شويه الدجاجه مع داك العطريه وشويه ديال الماء، من بعد كنزيدو نمرقو. الزيت باقي ما درتهاش كاع. انا ما كنديرش الزيت حتى كطيب ليا الدجاجه وكنحيدها عاد كندير الزيت في المرقه. خليوها هكا كتشرب العطريه ديالها مزيان وكتدخل فيها المرقه ديالها مزيان وكتجي بنينه بزاف. الزيت ماشي دابا كنديروها. غادي نبداو نتقبوا الدجاجه كيف ما شفتوا معايا. خذ واحد القطيب ديال الشوا وتقبوها من الجوانب. وبهذه الطريقه كتعرفوا الدجاجه واش طابت ولا باقي، وكيبقى يخرج منها واحد الماء. بقاو تقبوها حتى ما كيبقاش يخرج منها الماء وصافي. هنا الدجاجه ما كتحتاجش باش نقفلو عليها، كنحطوا عليها غير الغلاقه من الفوق وكنخليوها كطيب على خاطرها. كنطيبوا الدجاجه ديالنا على عافيه مهيله وكنخليوها طيب على الخاطر. هنا من بعد ما كطيب كتاكدوا انها طابت، نهزوها ونحطوها في واحد الشبيكه كتستقطر، وغادي نخليوها تستقطر مزيان وندوزو نكملوا المريقه ديالنا بالطياب. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. وبالنسبه الا كنتو غادي ديروا الكبده غادي تسلقوها من قبل، غتسلقوها مع ضريس ديال الثومه وتضيفوها. انا ما كانتش عندي، كانت غير وحيده. صافي راه سلقتها مع ضريس ديال الثومه وضفتها وزدت واحد البصله. زدت بصله كبيره حتى هي طحنتها في الهاشوار وزدتها صافي، وحطيت المغطى فوق الكوكوط وخليتها حتى هي على عافيه مهيله. وضروري ما نقليو الفريت، واخا كيكون الزيتون الدغميره انا ضروري خصني الفريت يكون مع الدجاج محمر. هذه قاعده. ايوا صافي هنا كنخليو هاد المريقه كتعلك. هنا من بعد صافي طابت ديك البصيله، حيدت الغلاقه وكتبقاو كتحركوا واحد المعلقه هكا. حركوا بمغرف ديال الخشب حتى كتعلك لينا المريقه. شوفوا معايا التعليكه. وكان حتى الزيتون كنغسلو شويه من الملحه كنخليه يستقطر وكنديرو في المريقه ونخليه يغلي مزيان. بالنسبه للدجاج كيبقى لكم الاختيار واش تحمروه في الفران اولا تقليوه. انا ضروري خاصني نقليه في الزيت، حيت صراحه كيجي مقلي بنين على اللي كنديرو في الفران. وانا كيعجبني نقليه. صافي هنا قليت الدجاجه، كتقلبوها على الجوانب ديالها حتى كتحمر مزيان. شوفوا ليا التعليكه، شوفوا ليا الختوريه ديال المريقه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره تزوروا الصفحه ما كرهتش تضغطوا على زر الاشتراك باش هكا يوصلكم جديد الوصفات. بالنسبه لهاد الصفحه انا غادي نشارك معكم ان شاء الله فيها كل شيء. غادي تكون صفحه مفيده متنوعه، يكون فيها طبخ، فلوغات، خرجات. نشارك معكم اي حاجه شفتها مفيده ليا وليكم. وان شاء الله تكبر الصفحه وتكبر العائله. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا تشهيتي الدجيجة نوضي تحضريها بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تنال الإعجاب ديالك. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. وما تنسايش لايكات للفيديو وخلي لي الآراء ديالك في لي كومونتير، كنقراهم كنجاوب عليهم.